بص بقى، دخلت الجيم اتمرنت تمرينه قويه، بعد كده روحت البيت نمت وصحيت لقيت نفسي مفيش اي الام. اول حاجه جت في دماغي على طول ان التمرين اللي انا اتمرنتها دي مش قد كده. بعد كده اليوم اللي بعده على طول نمت وصحيت لقيت ان في اوجاع في نفس العضله اللي لعبتها من يومين. اللي حصل ده بقى حاجه اسمها دومز. دومز معناها delayed onset muscle soreness، معناها ان الالم العضلي المتاخر للظهور. اللي حصل ده بقى ان التمرينه دي كان فيها تمزق صغير للعضلات، وده بسبب كذا حاجه. منهم التمارين اللي انا كنت بلعبها كان فيها اشكال مختلفه غير ان اللي الجسم واخد عليه، والتمزقات الصغيره اللي حصلت دي ادت لالتهابات، والالتهابات اللي حصلت بالشكل ده ادت لتاخر الالم العضلي. فالتأخر ده مش معناه انك انت عندك مشكلة في التمرين بتاعك، او لو انت اصلا ما تعرضتش لآلام فده مش معناه انك انت تمرينك كان اداؤه وحش. طب الديلي اللي حصل ده بيحصل امتى بالظبط؟ بيحصل بعد مرور 24 ساعه لحد 72 ساعه. حصل ده امر طبيعي جدا، هو طبيعي عشان عضلاتك تتكيف مع التمارين الجديده اللي انت لعبتها وبناء قوتك، وده امر مؤقت بس بيحصل، وبعد كده جسمك هيتكيف على الامر ده ويحصل بشكل طبيعي. والخلاصه كده من الموضوع ان مش معناها انك انت ما لعبتش تمرينه كويسه، لا، انت لعبت تمرينه كويسه بس لسه عضلاتك ما تكيفتش مع التمرين اللي انت لعبته. خلي بالك انا بتكلم في الحاله دي ان واحد بيتمرن بشكل كويس ووصل للفشل العضلي. في حالات تانية انك انت اصلا ما وصلتش للفشل العضلي، فبالتالي مش هتحس بالاوجاع اللي الشخص اللي بيتمرن بشكل كافي او باداء كافي في التمرين وصل لها. طب ازاي انك تعمل عمليه استشفاء بشكل سريع؟ هي البروتين بتاعك ودخله من احتياجك في النظام الغذائي بتاعك. اكتب لي في كومنت عايز تفهم ايه تاني، وما تنساش صلي على النبي. Croc Coach.